اسمعوا ماذا كان يقول محمد السادس قبل حوالي 8 أشهر في خطابه في ذكرى المسيرة الخضراء حسب ما يسمونها هم عن الجزائر. هناك مع الأسف عالم آخر منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي. واسمعوا اليوم ماذا يقول عن الجزائر التي كان يقول عليها أنها في عالم آخر. لست دوما على مديرية أشقائنا في الجزائر، وعبرت على استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول، حوار أخوي وصادق حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين. وبصراحة حتى نكون واضحين بأن محمد السادس طبق مقولة غبي من لا ينسحب في معركة منهزمة. كانوا يراهنون على أن الجزائر معزولة وأنها في عالم آخر وأنها دولة لا يأتيها أحد، عندما رأوا كم الهائل للنشاط الدبلوماسي الجزائري، إيطاليا من جهة، ألمانيا من جهة، مسعد بولس من جهة، وغيرها من الدول، لبنان هنا، زيمبابوي هنا، دول إفريقية كثيرة، رأوا وكأن هناك غول. والجزائر بصراحة لا تستطيع أن تضرب شيء بسيط بمدفعية كبيرة، وهذا ليس حكمة بصراحة. فما هو الشيء الذي تغير؟ ما هو الشيء الذي تغير بين الأمس واليوم؟ بصراحة هو أن المغرب من كان يراهن عليهم بالأمس، الاحتلال الإسرائيلي الذي يعض أو الذي يترك أضراسه وأسنانه اليوم في غزة، وأمريكا تعيد توجيه بوصلتها بصراحة لإفريقيا بالضبط وللجزائر تحديدا وللصحراء الغربية أيضا. جون بولتون قال بأنه يجب تقرير المصير. معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى قالت بأنه يجب إحداث تقارب جزائري أمريكي. مسعد بولس قبل حوالي 3 أشهر يقول بأنه يجب أن لا يكون هناك حل يفرض على الصحراء الغربية. هناك متغيرات كثيرة. المغرب الآن الملك بعد أن أدرك بأنه يغرق مد يده للجزائر في الوقت بدل فعل.